نسمع كل ليلة نحمد الله جت على ما تمنى ولا لا، ونسمع سارعي للمجد والعلياء بالموسيقى وانواع الموسيقى. ما احد من العلماء قال حرام ولا لا، لكن نحن الظاهرية نبيحها مطلقا، هذا دين الله عندنا. اي نعم، لكن انتم تحرمونها على الشعب السعودي وتبيحونها للحكام. انتم تحرمون التأمين قبل 5 سنوات مع المفتي الاول، والان تبيحون التأمين. يعني البروباغندا عندكم الفتوى مسائل سياسية يمشي حالها. شيء ثاني تقول لا تكفير في القنوات، لا تكفير، والتكفير حرام وما يجوز، وانتم تكفرون الشيعة. عثمان الخميس في غرفته يقول يا اخوتي هكذا، يا اخوتي نحن نريد ان نرفق بالشيعة، فإن الشيعة يا إخوة نريد أن نخرجهم من النار إلى الجنة. يا أخوان والله العظيم أنا ما أدري هل الله سبحانه وتعالى يكلم عثمان الخميس بالتلفون، هل هو يقول له أن الشيعة في النار أو الصوفية في النار أو غيرهم، ما أدري من جد هل الخميس أم أنه ملهم. هل يلهم عثمان الخميس؟ يا أخوان عاد من يترم الحق. أخوان أنا أريد مناظرة عثمان الخميس، وأزيدكم بشارة أن الرجل وضعني في الباند في غرفته. عجيب يا أخوة، والله أني ما أدخل إلا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أقول يا وهابية ما رأيكم في كذا وكذا وكذا. اليوم وضعني تعجبت، دخلت الروم لقيت أنا ما أقدر أدخل باند عند عثمان الخميس. يا عثمان الخميس هداك الله، هداك الله يا عثمان الخميس، إلى متى وأنت تجبن وتهرب؟ أنا لست شيعيا ولست جعفريا ولا زيديا، أنا بتصنيفكم من أهل السنة، خرجت من جامعاتكم نعم ومن مشايخكم. أنا أريد مناظرتك. أنت لا تمت إلى الدعوة الإسلامية بشيء، ولا أعتقد أبدا أنك إنسان عندك أصلا يعني ذرة من فقه. تعال هنا، تعال يا عثمان الخميس. أحد من أتباع عثمان الخميس موجود؟ أحد موجود من أتباع عثمان الخميس؟ نسألكم عدة أسئلة فقط، نريد أسئلة. أنتم تحرمون الزنا لكنكم تنشدون تسمون النشيد الإسلامي. أنتم تحرمون الزنا وتحرمون المتعة التي أباحها ابن عباس، مو بالشيعة، لا ابن عباس، وأنتم عارفين أن ابن عباس أباح المتعة. وتعرفون أن 6 من أصحاب رسول الله كما نقل ذلك الإمام ابن حزم في المحلى وغيره من أهل العلم كانوا يبيحون المتعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيحونها كالنكاح، ويرون أن الإنسان بعد أن تتزوج الرجل أنها تحتسب العدة سواء كانت حامل أو غير حامل وما إلى ذلك. وتعرفون أن لها أحكام في الفقه الإسلامي، ومع ذلك جحدتم بها وأبحتم المسيار. المصيبة أنكم أبحتم المسيار الطامة العظيمة. يا أخوان هذا من عجائب القوم ومن تناقضهم سبحان الله. فليعلم أهل الإسلام يا أخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني يا أخوة نص من كتاب الله، فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء فواحدة. أنا أخاطب أهل السنة الآن، الشيعة لهم مصادرهم من القرآن عن آل بيت رسول الله، لكن أخاطب أهل السنة مثل عثمان الخميس. أليس هذا نص على طريقة أهل السنة؟ ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خوف العدل واحدة فقط. أنتم تقولون لا يجوز له أن يجيها في الشهر مرة، من فين؟ هذا مصادم للنص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته، كان تريد الديمومة. أين أنت يا عثمان الخميس يا من تبيح المسيار؟ أنتم جماعة في الغرفة. أنا أنصحك يا عثمان الخميس أن تقلب رومك وأن تسميها بدل أنصار البيت أو أنصار آل محمد أن تسميها أنصار المسيار الحقيقة، أو تقلبها إلى المسيار.com، فإنها صراحة غرفة مسيار ولا أشك في هذا، يطرد فيها أهل العلم وطلاب العلم والمثقفون، ويبقى فيها أنصاف مثقفين وبعض الصبيان. نعم صبيان يا أخوة، أنا أقولها بكل صراحة، والله يعلم الله أي إنسان يتنقص من علماء الشيعة